هعرض لحضراتكم يا جماعة النهاردة لاعب بيلعب في الدرجة التالتة عندنا، في الدوري المصري. بس ده درجة تالتة. لعيب مهاري جدا اقسم بالله. هو نمرة 21 ده. لعيب مهاري جدا. والله يلعب ممتاز مستريح يا جدعان اقسم بالله. يعني في كرات بيتجيله الواد حريف. الواد مهاري. يستحق التواجد، يستحق اي يعني الناس تبص عليه. احنا لو ركزنا بس في الناس اللي عندنا قسما بالله. يعني بص الكرة دي يا جدعان. بص بيعدي ازاي. بص. لا لعيب. اقسم بالله لعيب، ومحتاجين بصة يا جدعان على الناس دي. الناس دي محتاجة دعم، محتاجة ان الناس تنزل تبص عليها وتشوفها. الواد ده يستحق التواجد في الدوري الممتاز قسما بالله. لعيب مهاري، لعيب عنده تحركات حلوة. لعيب بيعدي واحد على واحد بكل سهولة. لعيب الكرة مش بتتقطع منه بأي يعني بسهولة. يعني بص الكرة زي دي. لا لعيب جامد قسما بالله. يستحق التواجد في الدوري الممتاز. لعيب عنده رؤية. لعيب بيلعب برجلين الاتنين على فكرة. انا اعرفه معرفة شخصية برضو. ولكن يستحق التواجد في الدوري الممتاز قسما بالله. على المهارة. على يعني الحرفنة على اللعب. بص يا جدعان الكرة مش بتروح منه بسهولة. بيلعب بلاي ميكر وبيلعب جناح ايسر. لو انت شايف ان اللعيب ده يستحق التواجد في الدوري الممتاز يا باشا، اكتب لي كومنت كده وشوف يا جدعان قسما بالله. يستحق التواجد ولا لا؟ قول لي هل ده يستحق. اكيد اقسم بالله يستحق. يستحق بالعشرة كمان. والله. فانا بناشد الناس المسؤولة تبص على الناس دي يا جدعان، منهم عبد الله محي. لعيب. لعيب جامد يا جدعان. لعيب يستحق انك انت تبص عليه وتشوف مهاراته. وتشوفه بيلعب كرة ازاي. لعيب بيحب الكرة تجيله اصلا. بص. هيعدي كده كده. كده كده بيعدي ومهاري ولعيب. ده خلي بالك ده في ماتش واحد اللي انت شايفه لغاية دلوقتي ده. ده لمساته في ماتش واحد بس. ومستواه ثابت وكل ماتشاته على المستوى ده. بس احنا ما عندناش ناس تبص على المواهب دي. ما عندناش ناس بتنمي اللعيبة وتنمي المواهب. بص يا جدعان. لا وعنده رؤية، سيبك من الكرة اتقطعت بس هو عنده رؤية. بيباصص بيشوف قبل ما يلعب.